جت ست عجوزة للمتجر علشان تشتري رز، وهي بتدور في الرز وبتشوف جودته لقت قلادة ذهب. بصت حواليها ما لقتش حد شايفها. بسرعة رجعت القلادة تاني وسط الرز وغطتها كويس. جت صاحبة المتجر وسألتها تحبي تشتري ايه؟ قالت لها أنا عايزة أشتري كيس الرز كله. صاحبة المتجر ردت وقالت لها لا، الرز ده محجوز، في حد حجزه وجاي ياخده دلوقتي ومش هينفع أبيعهولك. صاحبة المتجر اتصلت بالراجل اللي حجز الرز وقالت له لو ما جيتش بسرعة في حد تاني عايز ياخده. فعلا جه شاب صغير على السريع. الست العجوزة قالت أنا هدفع ضعف الثمن. الراجل قال لها لا، أنا اللي هاخده. والست فضلت تزود في السعر وتضعفه كل شوية، وصاحبة المتجر كانت مستغربة ومذهولة، هي ليه عايزة تشتري كيس الرز ده بالسعر ده كله؟ وفي الآخر الراجل انسحب وما قدرش ينافس على السعر العالي. الست العجوزة دفعت المبلغ وأخدت كيس الرز كله وربطته كويس، ولما رجعت بيتها فتحت الكيس وطلعت القلادة الذهب. راحت بيها لمحلات المجوهرات علشان تعرف قيمتها. السائق بص عليها وقال لها دي قلادة مزيفة. كانت صدمة كبيرة للست العجوزة وما قدرتش تصدق، وطلع إن اللي عملوا الخطة دي هم صاحبة المتجر والشاب اللي كان معاها، وهم اللي كانوا حاطين القلادة وسط الرز.